تاريخ وثقافة الغير، ستتبادر إلى أذهاننا دولة تملك باعا طويلا في هذا المجال، إنها الجارة الغربية المغرب، والتي تصنف ككيان من دون هوية ثقافية واضحة. سرقات متعاقبة للموروث الثقافي الجزائري الثري والمتنوع بسبب القحط الذي تعيشه مملكة مراكش في هذا المجال. فقد عكف المغرب على سرقة الأطباق الجزائرية والترويج لها في العالم على أنها مغربية، من الكسكسي والشخشوخة والسمك بالشرمولة وصولا لطبق بلفاف، المرجاز، الطاجين وغيرها. أما عن التاريخ فقد سرق المغرب شخصيات جزائرية عدة، من بينها ماسينيسا وصفاكس ويوبا والقديس أوغسطين وطارق بن زياد وملكة الطوارق تنهنان، وحتى الطوارق أنفسهم أصبحوا مغاربة. في الموروث الثقافي الموسيقي حاول المغاربة سرقة الراي، والذي يعتبر ماركة جزائرية مسجلة في العالم، بالإضافة للطابع الشعبي والحوزي والعروبي والأندلسي وطابع المداحات وغيرها، وهي طبوع غنائية جزائرية أصيلة يحاول المغرب نسبها لنفسه، دون أن ننسى سرقة اللباس التقليدي بداية من القفطان الجزائري والشدة الإمسانية وصولا للكراكو العاصمي والفتلة وغيرها. وفضيحة معرض إكسبو دبي خير دليل على ذلك، فقد سرق جناح المغرب صورة لامرأة نيلية جزائرية وروج لها على أنها مغربية، مما أثار دهشة العديد من زوار الجناح المغربي. كذلك سرقة فن الفانتازيا الموروث الثقافي الجزائري المعروف بالعلفة والتبوريدة واصحاب البارود، والذي يدعي المغاربة بهتانا وزورا بأنه ظهر عندهم. الأمر لم يتوقف هنا، فالمغاربة سرقوا لقب أمير المؤمنين ونسبوه لملكهم العلوي الذي وصل أجداده للحكم تحت غطاء الوصاية الفرنسية. أما عن التاريخ الإنساني فقد نسب المغاربة لأنفسهم ذو القرنين، أشهر ملوك التاريخ الإنساني، وقالوا أنه مغربي. جنون عظمة وسرقات ثقافية سببها الأول سياسي بحت، حيث وضعت السلطات المغربية خطة واضحة لسرقة الموروث الثقافي لكل دول الجوار، والهدف من كل هذا بيع الوهم للشعب المغربي المغلوب على أمره، وكتابة تاريخ جديد للثقافة المغربية بالكذب والسرقة.